النهارده هنتكلم عن الغضب بطريقة جديدة، يمكن شبه ثورية. يعني هنغير فكرتنا أصلا عن الغضب. والحقيقة في كتاب بيتكلم عن الغضب. ازيكم واخباركم ايه؟ وكل سنة طيبين ومبروك لمصر والحاجات الحلوة دي. الأول أنا شهر شريف لايف كوتش، والنهاردة هنتكلم عن حاجة تخص طبعا علاقاتنا وتنميتنا الذاتية. النهارده هتكلم عن العدو اللدود، ولو اني احب اسميه الصديق اللدود، الغضب. الغضب اللي هو الجزء اللي بيصرخ جوانا، اللي احنا عمرنا ما سمعناه، او بمعنى اصح بنتعامل معاه بطريقة مش حقيقية او بطريقة غير مفهومة. الغضب من اكتر المشاعر اللي أسيء فهمها في حياتنا احنا كلنا in general. يعني كل الناس بتدور بتعتبره شعور سلبي، علامة على ضعف السيطرة، عيب في الشخصية. أنا إنسان غضوب، ده إنسان عصبي، ده إنسان بيغضب بسرعة. عشان كده بنعيش سنين طويلة وإحنا بنحاول نتخلص من الغضب أو نهرب منه، أو ما نغضب أو لما نغضب آه، نحس بالذنب إن إحنا غضبانين. النهاردة الحقيقة هنتكلم النهاردة هنتكلم عن الغضب بطريقة جديدة، يمكن شبه ثورية. يعني هنغير فكرتنا أصلا عن الغضب. والحقيقة في كتاب بيتكلم عن الغضب اسمه The Dance of Anger. الكتاب ده بيعلمنا فكرة جديدة عن الغضب. ده بنستعمله في إيه ونستفيد منه في إيه وممكن يفيدنا إزاي. الحقيقة المشاعر النفسية تجاه الغضب مختلفة تماما. الغضب مش مرض نفسي ولا خطأ أخلاقي ولا دليل على إن الإنسان سيء. الغضب في جوهره رسالة نفسية مهمة جدا، بتقول لنا إن في حاجة غلط. عشان كده احنا بنغضب، في شيء محتاج يتغير. غالبا وبنسبة 90% بيكون التغيير ده مطلوب مننا احنا. وعلشان نتغير لازم نبقى عارفين الحقيقة، يعني لازم ندفع ثمن التغيير. يعني التغيير من الحاجات اللي ما ينفعش ما ندفعش ثمن، لأننا لو ما دفعناش ثمن التغيير اللي احنا عايزينه هندفع ثمن استمرار الوضع اللي احنا مش حابينه. 100% كده كده هندفع. فالثمن بتاع التغيير ده بيبدأ بمشاعر الغضب. يبقى المشكلة الحقيقية فين؟ مش في الغضب. المشكلة الحقيقية هي تعاملنا احنا مع رسالة الغضب، مع شعور الغضب. مفروض نعرف ان الغضب ده ربنا خلقه لينا آه كوسيلة او نظام احسن، كلمة نظام احسن، للحماية. نظام للحماية. ليه بقى؟ أنا أرجوكوا تبقوا ميوت علشان نتعلم نحمي حدودنا ونحمي كرامتنا ونحمي احتياجاتنا تاني. يبقى الغضب رسالة. معظم الناس بتقضي حياتها كلها بتحاول تتخلص من الغضب أو تكبته أو تفرغه في غير مكانه. إنما في حقيقة الأمر الغضب المطلوب مننا نفهمه، ويبقى المشكلة مش في وجوده، المشكلة في عدم فهمه. طيب نشرح بقى الغضب ده علشان نعرف نتكلم عن ايه. الغضب هو استجابة عاطفية بتحصل لما البني آدم يحس ان في شيء جواه اتعرض للتهديد او الانتهاك. ممكن يكون الشيء ده كرامته، حدوده الشخصية، احتياجاته العاطفية، قيمه، مبادئه، احساسه بالعدل، شعوره بالامان، احتياج لم يحترم، اختلال في العلاقة، ظلم. دايما في شيء محتاج يتغير. يبقى كل المشاعر دي حاجة ما ينفعش تستمر. يبقى الغضب بيحصل عشان يقول لنا ان في حاجة من دول او يمكن في اكتر منهم كمان محتاجة تتغير. يبقى كلمة الغضب شعور في واقع الامر لا يمكن يأتي من فراغ ابدا، حتى لو انا فاهم غلط. لو انا فاهم غلط يبقى فهمي هو اللي وصلني لمرحلة الغضب. يبقى احنا ساعتها
مش هنلغي الغضب، انما هنحاول نفهم انا كنت فاهم غلط ازاي، وعلشان كده احساسي ده هيتعدل ولا لا نتيجة الفهم الجديد. يبقى مشاعر الغضب مشاعر لا تأتي من فراغ نهائي. الحقيقة الغضب بوصلة ومش عيب. يبقى مش مشكلتنا خالص الغضب، إنما المشكلة بتحصل لما ننفجر أو نسكت أو نعاقب أو نهاجم أو نلوم، فتضيع الرسالة الأساسية من الغضب وهي التغيير، وتتحول لحاجات تانية ما فيهاش تغيير. طب ربنا خلق لنا الغضب ده ليه؟ الحقيقة عايزين نتخيل بني آدم لا يغضب. عايزين كده كلنا نتخيل بني آدم لا يغضب، لا يعترض لما يتظلم، ما بيتألمش لما يتهان، ما بيرفضش لما حدوده تنتهك أو حقوقه تنتهك، ما بيحتجش لما يساء إليه. الإنسان ده هيبقى إنسان كويس، هيبقى إنسان الناس بتحبه، هيبقى إنسان محترم، هتبقى صحته كويسة. الحقيقة لأ، هيبقى إنسان أكتر متعرض للاستغلال والانتهاك وفقدان الذات وقلة الاحترام واختفاء من الوجود أصلا. يعني هو أصلا مش هيبقى له وجود لأن هو ضحى بغضبه. إنما الغضب الصحي اللي بيقول ستوب، بطل، ده ما ينفعش، ده بيأذيني، ده ما بيناسبنيش، في شيء هنا محتاج تغيير، في رسائل من الغضب. يبقى الغضب في واقع الأمر هذا الذي ظلم عمره كله معانا، هو الحارس النفسي اللي بينبهنا لما يحصل خلل في حياتنا. الغضب في أساسه مش شعور تدميري، ده شعور حماية ودفاعي ومهم جدا 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 لنا. يبقى ما ينفعش ما نغضبش، لازم نحترمه ونصدقه ونبجله كمان. طب السؤال ازاي بقى الجديد بقى، بدل ما أسأل نفسي ازاي أتخلص من غضبي، أسأل نفسي هو ايه اللي بيقوله لي غضبي، ايه المسج اللي غضبي ده بيوصلها لي. في جزء هنا واعي لازم ننتبه له، الغضب مش الشعور الحقيقي، ده الغضب غضب في عمقه، غضب عن شعور أساسي أنا مش عارفه، هشاشة داخلية ورا الغضب اللي باين إنه طف، وورا إنه باين إنه حاجة جامدة، ورا عصبية، ورا انفجار، في شيء تاني ضعيف الغضب بيغطيه، زي حزن، خوف من الهجر، شعور بعدم الأهمية أو التقدير، إحساس بالرفض، خيبة أمل، أو شعور بالعجز والضعف. الغضب بيبقى هو اللي بيظهر بدل المشاعر دي، فيبان الشخص غاضب إنما هو في الحقيقة مجروح، بيبان عدواني بس في الحقيقة خايف وضعيف، عشان كده بيعبر بالغضب. يبقى هو الدرع اللي بنلبسه عشان جروحنا ما تتشافش، عشان ما يتبينش ايه الضعف اللي جوانا اللي انا مش عايزه ابينه. طيب هو ليه الناس بتسيء التعامل مع الغضب؟ لاننا الحقيقه ما تعلمناش نتعامل معاه غير بطريقتين، والطريقتين غلط. اول حاجه ان احنا نكبته وما نبينوش، فالغضب غلط، لازم تسكت، تتنازل، نخفي مشاعرنا، نبان هاديين من بره انما من جوه جوانا بركان، ومشاعر سلبيه وسيئه بتتراكم جوانا، تبقى استياء وتبقى مرارة وتبقى حزن عميق، تبقى حزن عميق. والحزن العميق ده من الحزن اللي بيهد الجسم، بيمرض، ومع الوقت يتحول بقى الغضب المكبوت اللي انا ما عبرتش عنه بطريقة صح لقلق مزمن واكتئاب. كل الاكتئاب غضب متراكم، كل الاكتئاب في الدنيا غضب متراكم، ويبقى إرهاق نفسي وفقدان شغف وانفجارات مفاجئة في أوقات الغلط مع المواقف الغلط والشخص الغلط في معظم الأحيان. دي الطريقة اللي احنا بنعبر بيها عن الغضب، إن احنا ما نبينوش. ليه ده بيحصل؟ لأن كل المشاعر
كل المشاعر اللي ما بيتعبرش عنها لا تختفي، إنما بتدور على طريقة تانية تخرج بيها، أي طريقة، لكن لن تختفي لأن هي ما طلعتش. الطريق التاني للغلط، الغلط للغضب، ان احنا نفرغه، اللي هو العكس تماما بقى، نبدأ نصرخ، نفتكر ان تفريغ الغضب هو الطريقة السوية للحفاظ على سلامتي النفسية. التعبير المبالغ فيه عن الغضب، فصرخ وصوت وهين وكسر وهاجم وعاقب ولوم وابدأ أصب غضبي على البشرية كلها. برضه ده مش التعبير الحقيقي ولا السليم، لأنه تفريغ انفعالي بيضر بيا، بأعصابي وبصحتي وبعقليتي، وبيضر بالآخرين والناس المهمة كمان في حياتي. للأسف أنا لا أغضب إلا مع الناس المهمة في حياتي، أعرف أمسك غضبي كويس قوي مع مديري في الشغل ومع الناس اللي أقوى مني، إنما اللي في حياتي المهمين، اللي ضامنة بقائي معاهم، اللي ضامنة حبهم ليا، دول أكتر ناس بيشوفوا غضبي. الحقيقة عمرنا ما اتعلمنا إن التعبير عن الغضب لا يعني إيذاء الآخرين، إنما المفروض كنا نعرف إن الغضب معناه إن احنا نوصل رسالتنا بطريقة محترمة وواضحة. طيب، ازاي بيأثر الغضب الغير مفهوم ده على حياتنا؟ متهيألي محتاجين نكون ميوت من فضلكم، في حد مش ميوت. احنا لما نبدأ ما نفهمش غضبنا، تبدأ كل المشاكل تظهر في حياتنا. أولا، في حد مش ميوت؟ ممكن. أيوة. اوكي. فنبدأ لما ما نفهمش الغضب بطريقة سوية، تبدأ المشاكل في حياتنا تظهر ازاي؟ أول حاجة في علاقاتنا، تتحول علاقاتنا من الكلام وحوار لصراع، لاصطياد أخطاء، لإثبات حقيقتنا في الغضب. دي أول واحدة. وتتحول للاحتياجات لاتهامات، وتبقى اتهامات متبادلة، لأن لازم أدافع عن نفسي، محدش هيتهمني وهسكت له، هتهمه أنا كمان. فتبقى الحياة دفاع وهجوم، بدل ما يبقى في العلاقة بيني وبين الطرف الآخر، سواء أخ، زوج، علاقة وتبر، أي علاقة، إن شاء الله ببيتي، إن شاء الله بعفش حب، تتحول لمعارك متبادلة ومتكررة. في الشغل يبقى الإنسان سريع الاستفزاز، متوتر، ما يعرفش يشتغل عدل، مضغوط بطريقة غير صحية، مش مضغوط الضغط اللي تخليه يتحفز يشتغل أسرع. في الصحة النفسية أو في صحتي العقلية، يبدأ التوتر يعلى والقلق يزيد، وجهاز العصبي يبقى في حالة طوارئ 24 ساعة، على طول عنده استعداد للحرب. في صورتي الذاتية أحس بالذنب إن أنا إنسانة بغضب، أحس بالخجل من مشاعري، أحس بالخجل من مواجهة احتياجاتي الحقيقية أو المطالبة بيها، كمان أبقى معرفش حتى أطالب بيها. وده تأثيره في علاقاتنا. طب ليه بتكلم في العلاقات؟ حياتنا كلها علاقات، حياتنا كلها علاقتي بنفسي، بالعالم، بالناس. أنا ما بعيش في الكون لوحدي، ولو حتى لوحدي فدي علاقتي مع نفسي. يبقى العلاقات ليه في كل سيشن في علاقات؟ لان دي الحياة بتاعتنا، احنا مش لوحدنا. خلينا نفهم بقى تأثير الغضب في العلاقات. في العلاقات، كل علاقة علاقة فردية مع نفس الشخص. لو أنا علاقتي بيكو علاقة، مع أشخاص تانية علاقة، مع أولادي علاقة، مع جوزي علاقة، مع أخواتي علاقة، ونفس الشخص ده لو اتجوز جوازة تانية بيبقى له علاقة تانية. فكل علاقة علاقة منفردة حتى لو مع نفس الشخص. عشان كده بنسمي العلاقة دي زي الرقصة. العلاقات مش مشكلة شخص واحد، لأن احنا اتنين أو حاجتين. كل علاقة معناها إن في طرفين، إنما كل علاقة مشارك فيها اتنين بنسبة 50-50. في شخص بقى العلاقات بتتحول لنظام، لداينامكس. شخص يبالغ في العطاء، يغير النظام بتاع العلاقة دي من 50-50 في المبالغة في العطاء. وشخص تاني يبالغ في الأخدان، شخص يتجنب المواجهة وشخص يسيطر، شخص يسكت وشخص يضغط. ومع الوقت الأدوار دي تبقى تلقائية في حياتنا، تبقى طبيعة العلاقة بيني وبين الطرف التاني، أيا كان الطرف التاني، هي الدور ده. يبدأ بقى الطرف المظلوم يحس بالغضب
والمشكلة ما تبقاش في الطرف التاني بس، إنما في العلاقة نفسها بقت علاقة غير متوازنة، مش سوية، الرقصة نفسها بقت غلط. النقطة العميقة في اللي أنا عايزة أقوله ده إيه؟ إن إحنا لو استمرينا في أداء نفس الدور هتستمر نفس النتيجة. طب الحل؟ نغير طريقة، تغيري دورك، حتى لو اللي قدامك ما عجبوش، حتى لو اللي قدامك ما تغيرش، لأن غصب عنه عشان تستمر العلاقة لازم يتغير. كويس كده؟ نيجي بقى للفكرة التانية. ايه اللي بيخلينا نحس كمان بالغضب في العلاقات؟ الافراط في التضحيات. وده علام يا جماعه، ما حدش يضحي، ما تضحيش، تبرعي. اه، تضحي لا. التضحيه من اصول مالك، من اصول صحتك، من اصول وقتك. تبرعي بالفاضي منك، اعملي كده زي ما انت عايزه. ربنا حتى في الصدقات كان بيقول لنا ايه؟ تبرعوا، تصدقوا بالفائض. عمره ما يقول لك خدي من اصل مالك ابدا. ودي من اهم الافكار اللي احب اتكلم عنها خصوصا للستات طبعا، لان احنا متربيين شويه على ان التضحيه المستمره دليل الحب والعطاء، وان اللي قدامي هيقدر. الحقيقه لا، التضحيه المزمنه بتودينا للاستنزاف والمراره والاستياء والغضب المكبوت، لان اللي قدامي بياخد وانا بدي ومستنياه يفهم احتياجاتي من غير ما اعبر عنها. زي كده لو كنت مهتم كنت هتفهم لوحدك. وطبعا لما بيحصلش ننفجر او ننضغط اكتر ما احنا، وننزل تحت اكتر ما احنا، وندوس على نفسنا اكتر ما احنا. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نعبر عن احتياجاتنا قبل ما تتحول لضغط نفسي واستياء وتتملى غضب، قبل ما جوانا يبقى سخن كده من كتر ما احنا زعلانين. كمان منطقة اللي برضو اتربينا عنها ان احنا لما نسكت نبقى قوي وعندنا نضج. الحقيقة لا، السكوت مش علامة نضج. السكوت او تجنب الخلافات، او نخليها تعدي، او مش كل حاجة نتكلم عنها. اه، مش كل حاجة نتكلم عنها، بس لو الحاجة دي بتوجع يبقى محتاجة نتكلم عنها. لو الحاجة دي مش قادرة افوتها يبقى محتاجة اتكلم عنها. يبقى تجنب الخلافات مش قوة، تجنب الخلافات عدم مواجهة. الصمت الطويل بيخلق مسافة عاطفية كبيرة جدا، بيخلق تراكمات كبيرة جدا، بيخلق غضب متأجل عشان المشكلة ما اتحلتش، مش عشان أنا قدرت أعديها. لا، هي المشكلة ما بتتحلش لأن اللي قدامي مش عارف. لو حد بيدوس على رجلي وأنا ما بقولش هيفضل يدوس، وأنا هفضل موجوع. كل اللي ما بيتقالش ما بيختفيش، بيفضل جوه علاقاتنا. كل حاجة جوه علاقاتنا ما قلناهاش بتتراكم وتتقل، وتخلي العلاقة تتشوه أكتر. طب الحل؟ التعبير المبكر. حتى لو في زعل مش مهم، تحملوا الزعل، ما تخافوش من الزعل، خافوا من ان الجون ما يجيش، خافوا ان الهدف ما يتحققش. ما تخافيش من اللي هيحصل من الخناقة، خافي ان اللي انا عايزاه مش هيحصل. خافي من الانفجار اللي مش في مكانه، خافي من صمت الحليم زي ما بنقول. كمان من الحاجات اللي بيعلمها لنا ازاي نتعامل مع غضبنا ان احنا ما نخليش مشاعرنا مسؤولية اللي حوالينا. النضج ما بيجيش لما نبطل نزعل. النضج بيجي لما نبطل نستنى اللي حوالينا يصلحونا، يصلحوا اللي احنا بنحس بيه. لما نبطل نقول انا زعلت بسبب انك زعلتني، انت اللي حسستني بالاهمال، انت السبب في تعاستي، او انت السبب في تعاستي. الحقيقة ممكن جدا الطرف التاني يكون محفز لمشاعري، انما رد فعلي مرتبط بتاريخي النفسي وجروحي القديمة. من الاخر كده، انا اللي بحس بكده نتيجة انه عنده المحفز، بس انا استجبت. فلازم لما استجيب افهم انا استجبت ليه، اسال نفسي الموقف ده اثر فيا ليه، الالم الداخلي اللي حصل لي ده حصل لي ليه. التغيير مش هيبدا من بره، ما تستنوش من حد يتغير عشانكم، ولا انه لما يتغير انا هبقى كويسه.
لا، لما تبقي انت كويسه العالم كله هيتغير. التغيير ما بيجيش من اللي حوالينا، التغيير بيجي انا مني انا. لو انا مستنيه التغيير من اللي حواليا، انا بقول لواحد تاني اتفضل الريموت بتاعي معاك، اتفضل اشتغل بنفسك. ايه رايكم؟ يبقى كاني بحط حياتي في ايد حد تاني. لما اغير طريقه استجابتي، تتغير الداينامكس بتاعت العلاقه نفسها، يتغير السيستم بتاع العلاقه نفسها، يتغير الموقف بالكامل حتى لو الطرف التاني قاوم في البدايه. اذا كنت دايما بتبرري، بتدافعي، بتدخلي نفسك في جدال في كل حاجة بتتهمي فيها، في حاجة بتسألي فيها، في علاقة مش أحسن حاجة، جربي كده الهدوء، جربي وضع حدود، شوفي كده ايه اللي هيحصل. كل حاجة هتتغير حتى لو الطرف التاني رفض، هيتغير، لأن هو مش هيتعامل مع نفس السيتويشن تاني. الغضب في الحقيقة ما بيدمرش العلاقات، انما اللي بيدمرها ان احنا عاجزين عن استخدام الغضب بالطريقه الناضجه، بطريقه صحيه، بالطريقه اللي بتقول لنا ان في شيء محتاج يتغير. الغضب الغير صحي بيقول هخليك تدفع ثمن ألمي. الغضب الصحي بيقول انا محتاجه اغير حاجه مهمه هنا. الفرق بين الاتنين واضح. الغضب الغير صحي انتقامي، بنتقم، بستنى اما التاني يتألم، فانا ببقى حاسه ان انا خلاص ناري بردت. ده غضب غير صحي، لان لما التاني يتألم حضرتك صلحتي في نفسك ايه؟ ولا حاجه. انما الغضب الصحي ايه اللي محتاج عندي انا يتغير. الغضب الصحي يبين العلاقه دي هتستمر، هتكبر، ولا هتموت، لانه هيعرفك انت فين. طيب، ازاي بقى اتعامل مع الغضب بطريقه صح؟ اول حاجه، ابطل حرب، ابطل ارفضه، ابطل اتكسف من غضبي. انما ما اقولش انا مش هزعل، اقول في حاجه هنا لازم تتغير، في حاجه انا لازم افهم انا زعلانه ليه. اسال نفسي كده، ايه اللي اذاني فعلا؟ ايه الاحتياج اللي لم يلبى؟ ايه الحد اللي انا حسيت ان تم التجاوز بيه من اللي قدامي؟ ايه الشيء اللي انا ضعفت ان انا اخد حقي فيه، محتاجه اتقوى فيه ولو حاجه بسيطه؟ ايه اللي انا كسلت اعمله لنفسي؟ ايه اللي اكتشفته واقدر اغيره؟ ده الغضب على فكره. ادور على الشعور المستخبي، انا غضبانه ولا زعلانه ولا خايفه ولا حاسه بالاهمال. كل ما هوصل للشعور المستخبي الحقيقي، هتقل حده غضبي، لان هوصل للحقيقه وهتعامل مع الحقيقه، مش هتعامل مع الشكل الظاهري، مش هتعامل مع الحاجه اللي باينه على الوش مش الواقع. زي واحد بيكح، فانا هعامل الكحه ولا هعامل اصل سبب الكحه مثلا؟ كمان اللي هيخليني اغضب صح ان اعبر عن احتياجي، مش هتهم اللي حواليا. بدل ما اقول انت ما بتهتمش، هقول انا محتاجه كذا، عايزه مزيد من الاهتمام. النوع ده من الاهتمام مش هو ده اللي انا اقصده. بدل ما اقول انت ما بتحترمنيش، اقول انا محتاجه انا لما اتكلم صوتي تسمعني بأدب. على فكرة مش ضروري يبقى باتهامات ولا بتحدي. الشاطر ما يوصلش بتحدي، الشاطر يوصل بذكاء من غير خسائر. الحاجة المهمة واللي هنفضل نقولها مليار مرة، واللي هنقول هي دي السحر بتاعنا، نتعلم نحافظ على حدودنا. الغضب الصحي ما بيهاجمش، بيحط حدود واضحة من غير وجع، في مكان الحب، في مكان القبول. الحدود مش أنانية، شكل من احترام الذات. الحدود هي الجلد اللي على جسمنا. تخيلوا كده لو احنا من غير جلد بيحمي كل أعضائنا اللي جوه دي، هنبقى عاملين ازاي؟ كل فيروس تافه هيموتنا، كل بكتيريا ما بتتشافش بعينين المجردة تقدر تخلص علينا. في النهاية، الغضب مش العدو ولا عيب في شخصيتنا، ده رسالة لازم نحترمها ونفهمها. لأن كل رسالة ما بنفهمهاش هتتحول مع الوقت لمعاناة احنا اللي بندفع ثمنها، هتاخد من صحتنا ومن وجودنا في الكون. لما نفهم غضبنا بدل ما نحاربه، هنكتشف انه مش بيعايز يدمرنا، ولا انه بيخلينا ناس قليلين، ولا ناس غضبنا متحكم فينا.
إنما بيحاول يحمي الجزء الضعيف والمهم كمان جوانا بطريقة سوية، بس احنا نسمعه. هيخلينا نكتشف الاحتياج اللي مستخبي ورا غضبنا، نعبر عن احتياجاتنا بدري، نبطل نضحي، نتعلم الحدود من غير ذنب، ما نستناش اللي حوالينا يتغيروا الأول، احنا اللي نتغير، احنا اللي نبدأ. الغضب مش عدو ولا صديق لدود زي ما انا كنت بقول لكم في الأول، إنما هو جزء محب وصادق، وبيقول لنا خلي بالك في ستوب ساين هنا محتاجة تتغير. والحقيقة بقى إن الغضب مش جاي يقول لنا إن في شخص سيء قدامنا أبدا، إنما في الغالب بيقول لك إن في جزء جواك ما بقاش قادر يسكت. يبقى الغضب في جوهره مش صرخة جامدة قوي للي حوالينا، إنما هو صرخة جامدة قوي قوي لنفسنا. خلصت السيشن وأسمع كلامكم.